معروف عن جمهور الزمالك انه بيحب اللعبة الحلوة، وده حقيقي مش هنقدر ننكره، ولكن برضه بيحب الغطسة الحلوة. وعشان كده تاريخ الزمالك هتلاقيه مليان باللاعبين اللي بيقدروا ينطوا في حمام السباحة بأعلى درجة من التركيز والتميز. وانا النهارده جاي اعرض لكم اهم اللاعبين اللي بيقدروا يعملوا ده بطريقة ملهاش حل في سلسال الزمالك التاريخي من ايام واحد كلنا عارفينه كويس الى الان. عشان طبعا كلنا عارفين ان بطولات الزمالك حلال 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 شريفه. وهنبدا طبعا ببابا الشغلانه، واول واحد ابتدى يعمل كده في تاريخ نادي الزمالك تقريبا هو صاحب اقوى تصريح عبر التاريخ، تصريح اللي قال ان انا عمري ما كسبت ضربه جزاء وكانت حلال كلهم بسم الله ما شاء الله، حرام في حرام، وهو فاروق جعفر. والنهارده معايا فاروق جعفر وجايب لكم حالتين النهارده لفاروق جعفر نادرين وممكن ما يبقوش موجودين كتير على النت، بس هتلاقيهم معايا هنا في الفار مع بلال. حالتين، يلا نبدا بسرعه باول حاله فيهم. واول لعبه اللي قدامكم دي قدام الجيش الملكي المغربي، وزي ما انت شايف عزيزي المواطن كده فاروق ما شاء الله عليه راح جري 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 ورمى نفسه على المدافع، والحكم بسم الله ما شاء الله عليه برضه ما فكرش مرتين، واكل اكله سمك اكيد حلوه قوي 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 في بورسعيد. تفتكر دي هي اللعبه الوحيده اللي معانا لفاروق النهارده؟ والله ابدا، دي لعبه تانية ضد فريق جزائري، وطبعا فاروق جري جري وراح رمى نفسه نفس الرميه اللي فاتت واتحسبت. هتقولي الحكم اكيد واكل اكله سمك، هقول لك لا لا، المره دي شكلها جمبري لانها غطسه كبيره قوي. وتاني لعيب معانا مش كتير منكم هيفتكروه او هيفتكروا ان هو غطاس، اكيد كلكم هتفتكروه، بس مش هتفتكروا ان هو غطاس وغطاس بدرجه امتياز، وهو جمال حمزه. وده السلسال الطبيعي لفاروق جعفر. تعال اتفرج معايا كده على ضربه الجزاء بتاعت جمال حمزه دي، وشوف الغطس بتاعه عامل ازاي قدام المقاولين العرب. الحكم اللي حسب ضربه الجزاء دي المفروض يتحاكم دوليا، مش يتحاكم حتى مدنيا ولا هنا في مصر، دوليا. تخيل ان حسب الغطس ده ضربة جزاء، وجمال حمزه مبدع بسم الله ما شاء الله بدون اي تلامس تماما. الراجل رمى نفسه ونط نطه غطاس قدير يا ابني، بسم الله ما شاء الله عليك يا جمال. وطبعا ثالث واحد معانا في السلسال دوت هو حبيبكم الاباتشي كابتن شيكابالا. كابتن شيكابالا اللي بيكسب طبعا زي ما كلنا عارفين بالعرق وبالحلال، ما بيكسبش غير بيهم، وعشان كده معانا النهارده حالات لا تعد ولا تحصى لغلطات كابتن شيكابالا. حالات كتير جدا بسم الله ما شاء الله، يمكن اكتر لعيب لقيت له حالات وهو بينط في حمام السباحه عشان هو بيكسب بالعرق. يلا بينا اعرض لكم ونشوف مع بعض الحالات دي بسرعه انا وانتوا وحنفي. واول غطس هنبدا بيه وهو غطس حديث في ماتش النصر الليبي الودي. الراجل جاي يستلم الكوره ما عرفش يستلم الكوره، قال لك ده انا شيكابالا لما ارمي نفسي واخد فاول احسن من ما فيش، وهو ده اللي هو بيعمله دايما. تاني غطس معانا واشهر غطس الكابتن شيكابالا لما راح ضرب محمود عادل بالكشاف لاعب المقاولين العرب، وراح اخد ضربه جزاء. يعني هو ضربه بالكشاف وراح رمى نفسه الرميه اللي انتوا شايفينها الغريبه دي في حمام السباحه، واخد ضربه جزاء بالتحكيم المصري الجامد وبالعرق اللي هو بيكسب بيه دايما. تاني لعبه معانا الغطاس الكبير كابتن شيكابالا وقدام المقاولين العرب، واكن المقاولين موعود مع كابتن شيكابالا. هو شم بس ان المدافع هيفرد رجله ويعمل تاكلينج، راح هوب ارمي نفسك يا جدع في حمام السباحه، ضربه الجزاء مفيش اسهل منها، والحكام في جبنا. وعشان ما اطولش عليكم مع الاباتشي الغطاس، دي اخر لعبه معانا، وحتى في مئويتهم وحتى في احتفالهم بيعملوا الحاجات اللي هم بيعملوها دي. وغطس جديد من كابتن شيكابالا في المئويه من بره، وكمان غطس واتحسب ضربه جزاء، وطبعا الحكم كلنا عارفين جنسيته مش محتاجين نقول. ورابع واحد ومش كلكم هيفتكر قوي ان هو كان لعيب غطاس، ولكن كان غطاس بامتياز، يعني كان غطاس قوي، وهو حبه البسله او الفاصوليا مش متذكر بالظبط. هو مصطفى فتحي. مصطفى فتحي كان لعيب مهاري جدا وما زال لعيب مهاري في بيراميدز، ولكن كان عنده مهاره في الغطس رهيبه ومش عند اي حد، تقريبا كان بيقعد يتمرن كتير مع الاباتشي شيكابالا. ومعايا النهارده حالتين لمصطفى فتحي، واحده بتاعت مصر المقاصه اللي كلنا عارفينها وشايفين الراجل طبعا حسني فتحي ما لمسوش خالص، ولكن هوب الهواء خبطه، راح طبعا الهواء اول ما لطشه راح وقع على طول واخد ضربه جزاء من بره منطقه الجزاء كمان، يعني هي من بره وكمان من غير اي تلامس، حسب ضربه جزاء من ابراهيم نور الدين العبقري الفذ بتاعنا. وتاني حاله يلا بسرعه نروح نشوفها انا وانتوا وحنفي برضه.
وضربة الجزاء دي اللي كانت قدام الوداد المغربي، وهي من أغرب ضربات الجزاء اللي ممكن تشوفها في حياتك تقريبا. الراجل لعب الكورة، ورغم إن هو لعب الكورة نط كمان من فوق الحارس، ورغم برضه إن هو نط من فوق الحارس مفيش أي تلامس بينه وبين الحارس، بس لا الكورة بعدت والمدافع أخدها راح رامي نفسه. لما رمى نفسه اتحسبت ضربة جزاء، ودي من عجائب الكورة السبع لنادي الزمالك. وخامس واحد معانا وهو الكوميدي المضحك باسم مرسي بتاع ياه يمين يعيش ويشوف الاهلي بياخد الدوري يا كابتن، وهو ما خدش غير دوري في حياته تقريبا، وقعد يعمل دي المعزه ودي الفرخه ومحدش شافه تاني في الملاعب اصلا، مش في الزمالك حتى. باسم مرسي والدوري اللي كسبه مع الزمالك بسم الله ما شاء الله عليه اخذ ضربات جزاء بطريقه غريبه جدا. ومعايا النهارده حالتين اغرب من بعض، واحده في ماتش النصر وواحده في ماتش انبي. تعالوا نشوفهم مع بعض ونحللهم بسرعه ونتفرج نشوف هل هو بيغطس احسن ولا مصطفى احسن ولا فاروق جعفر احسن ولا كماتشي احسن. ودي اول لعبه معانا، وزي ما انت شايف كده يا كابتن بالظبط محدش لمسه خالص. كوره ملعوبه بالعرض، راح هو خبط كده مدافع بكتفه في ظهره، فحس ان مفيش توازن راح رامي نفسه، رغم ان المدافع هو اللي وصل للكوره كمان قدامك اهو قدام عينك، واتحسبت ضربه جزاء عشان صوت صويته جامده شويه، صويته من بتوع احمد سيد زيزو. وده غطس اسطوري برضه في ماتش النصر، مش اي لعيب بيقدر يعمله. زي ما انت شايف كده قدر يغطس جوه منطقه الجزاء. وللعلم الزمالك كسب الماتش ده وكسب ال3 نقط بضربه الجزاء اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، اللي اتحسبت للغطاس الكبير باسم مرسي من غير ما اي حد يكلمه خالص، رمى نفسه وغطس غطس رايق. وبكده اكون فرجتك على مدرسه الزمالك للفن والهندسه والسباحه والسلسال بتاعها من ايام فاروق جعفر وصولا لاحمد سيد زيزو، مع اهم 6 غطاسين في المدرسه دي. المدرسه اللي بتدعي دايما ان هي بتكسب بالحلال والعرق وي 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 وي، ومن 6 لعيبه دول بيقولوا الكلام ده، رغم ان هم اكتر ناس بيكسبوا بطولاتهم القليله اللي بياخدوها بالطرق اللي انتوا شايفينها ديت، وحاجات كتير تانية كتير تقدر تشوف على البيج او على قناه اليوتيوب فيديوهات وفضايح بالجمله لنادي الزمالك، وحاجات اتحسبت لنادي الزمالك لا تمت للواقع بصله. اتمنى تكون استمتعت بسلسال الزمالك من غطس النهارده، ونتمنى ان اللعيبه دي تفكر ان هي تعمل شيفت كارير وتروح تلعب الاولمبياد، يمكن يجيبوا لمصر ميداليه بدل ما هم مش عارفين يجيبوا لنادي الزمالك بطوله. واعمل منشن لصاحبك الزملكاوي وشير في كل مكان، وفرج الناس كلها على سلسال الزمالك في السباحه الدوليه من ايام فاروق جعفر وصولا الى احمد سيد. واتمنى تكونوا استمتعتوا معايا انا وحنان. سلام.